على حضرة النبي محمد صلوا عليه. فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد. يا ربي صل على محمد ما لاح في الأفق نور كوكب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد الفاتح الخاتم المقرب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى المجتبى المحبب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح بدر وغاب غيهاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما لاح مريح نصر بالنصر قد هاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما سارت العيس بطن سبساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للحبيب ينساب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وكل من للنبي صحاب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مطلب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مذهب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا وسلم. ربي صل على محمد وصلح وسهل ما قد تصعب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد على البرايا جاها وأرحام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد أصدق عبد بالحق عرام. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي وسلم. صل على محمد خير الورى منهجا وأصواب. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ما طير يمن غنى فطرا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من
الشيطان الرجيم. الله بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا صلى الله عليه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر صلى الله ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه وينصرك الله نصرا عزيزا صلى الله عليه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل وسلم عليه يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك من ربي السماء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك طه يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زاد الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك أحمد يا حبيبي صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا خير الأنام صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليك
السلام على المضلل بالغمامة السلام على المتوج بالكرامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه صلى الله عليه تعالى مجده وعظم شانه صلى الله خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه وبسط لهم من فيض المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه ورسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادة الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه انتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان صلى الله عليه هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود صلى الله عليه تعطرت بوجودها كناف الوجود وبرزت برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه له الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان يتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب صلى الله عليه سروره قد توالى صلى الله بحبيب عليه أحمد لنا من والى صلى الله جل من عليه شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا صلى الله عليه قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيغ الضلال صلى الله عليه وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في شؤونه وكمالا سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان صلى الله عليه انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور تبارك الله من إله
إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم يا رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعجى اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. صلى الله عليه الإيمان كوان صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهد. صلى الله عليه سيدنا محمد وسلم عليه في قوله وفعله صلى الله عليه أمره بالتبليغ لخلقه من فرده ونفره صلى الله عليه. أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه. الرسالة وأدى الأمانة وأتى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه. محمد المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه. أعظم منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه. من نعمة إن تصر سرها في البحر والبر صلى الله عليه. وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله عليه. وبرز فيها في خلة الكمال وقام بالربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه. صل عليه صل وسلم عليه في قلب نور سر تعلقه به وهو صلى الله عليه. بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صوت المجد بقربه صلى الله عليه. إلى أشرف الأصل بمده وهبه ما أطر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك صلى الله عليه. أما بعد فلما تألقت إرادة الله بالعلم القدير صلى الله عليه التخصيص للبشر الكريم بالتكريم والتكريم صلى الله عليه. نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه. فلقد التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الجمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والكتب صلى الله عليه. إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه. والقمر التام الذي يتنقل في بروجه صلى الله في عليه. استقراره وموضع خروجه صلى الله قد عليه. قدت الأقدار
الأسرار الأزلية بما قدر وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه مستقر في الأسلاب الفاخرة صلى الله عليه الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه ونورا حير الأبكار ظهوره وبهر صلى الله عليه همة الراكب لهذه الحروب صلى الله عليه في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف صلى الله عليه وإن كانت الألسن لن تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف صلى الله عليه تشريقا للسابعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه إلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير لنا ولكن الجليل تدوي لما بده من أشرف المخلوق صلى الله عليه كرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه وبقيت رايته بالكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين صلى الله عليه التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا عد التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع آمين ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي آمين ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوات الله تغشى أشرف الرسل الطيب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا أبدا نور الكواكب أقبل السعد علينا والهنا من كل جانب فلنا البشرى بسعد جاءنا من خير واهب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطايب وتعم الآل جمعا أبدا
المشارق والمغارب مرحبا أهلا وسهلا بك يا خير الحبائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعان أبدا نور الكواكب مرحبا أهلا بشمس خافيات فيها الكواكب مرحبا أهلا بشمس قد محت كل صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعان أبدا نور الكواكب يا شريف الأصل نذنا بك بكل النوائب أنت ملجأ كل عاص أنت مأوى كل تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا أبدا نور الكواكب جئت من أصل الناصين حل في أعلى الذوائب من قصي ولؤي بذخ المجد بن غالب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا أبدا نور الكواكب يا بريحنا في سرور بك يا عالي المناقب فلكم يوم وجودك ظهرت فينا عجائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب شربنا من صفانا بك من أحلى المشارب ولرب الحمد حمدا جل أن يحصيه حاسب الله تغشى الله الرسل العطائب وتعم الآل جمعا ما
يا كريما يا رحيما جد وعاجل بالمطالب آمين يا رب أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب وله شكر على ما قد حبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد ومجل بالمطالب الله دوشا أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبد قد أتى نحوك تائب الله ذنوبنا يا رب أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب من توجه نحو بابك ما رجع من ذاك خائب واغفر ذنب عبدي قد أتى نحوك تائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فاجعل مجتمعنا غايته حسن الختام مرحبا غايته حسن الختام مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا أعطينا ما قد سألنا من عطاياك الجسام مرحبا من عطاياك الجسام مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الأرواح منا بلقاء خير الأنام وابلغ المختار عنا من صلاة وسلام صلوات الله تغشى أشرف الرسل العطاء وتعم الآل جمعا فبدا نور الكواكب اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركت في الأنامل
مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه وشمائله التي هي أحسن الشمائل صلى الله عليه نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماع والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء صلى الله قال عليه يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد وسلم عليه صلى الله عليه وسلم بالنور صلى الله عليه وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا صلى الله ولما عليه كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية صلى الله عليه فاستودعت هذا النور المبين الصلاب وبطون من شرفته من العالمين صلى الله عليه فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليه السلام حتى أوصلت يد العلم الكثير إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمي التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه وضمت أشياء بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرة وصونها صلى الله عليه برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ولما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمل صلى الله عليه إلى عالم الشهادة لتنبسط على آل هذا العالم بيوضات فضل وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك الصلاة والتسليم
تسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صل وسلم وبارك عليه صلى الله عليه ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة صلى الله والجوهرة عليه المسونة والكون كله يصبح يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه هذا السراج والعيون متشوفة إلى بروزه صلى الله عليه متشوفة إلى التقاط وهي جواهر كنوزه صلى الله عليه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة صلى الله عليه بكمال البشارة وما من حمل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركة وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه متضمخة بدر الفرح بملاقاة أشرف البرية صلى الله عليه الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكله في البطون والظهور صلى الله عليه في الوجود بهجة التكريم وبث في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرجي عرفت ياجي رات العالم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي رات العالم يا أهيل الجود والكرم نحن جيرانهم بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم آمنون يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عطفة يجي رات العالم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عونوا فاتئذ فينا أخا الواني نعرف البدحة وتعرفنا والصفا والبيت يعلف
بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافتهم من الفتن يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج عدفت يجيرة العالمين يا أهيل الجود والكرم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب أوان وضي هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب صلى الله عليه. وأمطار الجود لله على للوجود تثيج صلى الله عليه. وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تاج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور. وانفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا صلى الله عليه وأمهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية صلى الله عليه. فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذنا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المساني فازروا اليمن غرا واستضيئوا بجمال يا رسول الله وكفي الحسن ذبرت يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصره العالم يا بوجود المصطفى
نبي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليه مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إن بك نسعد يا مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد يا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين وهدينا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور الشام مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهه مرحبا مرحبا في جواري خير مكان مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوا لذنبي يستغفرون الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد وسلام مستمر كل حين يتجسد صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلى الله عليه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق
بما تذيق عن كتابة بطون الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا صلى الله عليه لا يقول ولا يفعل إلا معروفا صلى الله عليه واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سنة أخلاقه الهيبة القوية التي تنتعظ منها فرائس الأقوياء من البرية صلى الله عليه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل صلى الله عليه وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد بخلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود صلى الله عليه جملت بوصف الحبيب وشانه وله العلا في مجدي ومكانه صلى الله عليه عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السحاب عناني صلى الله عليه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم صلى الله عليه ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم صلى الله عليه إني أن أمسك أعنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الهضم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين خذ يمينا خذ يمينا الإله الحق رب العرش رب العالمين هو رب الأولين هو رب الآخرين هو ربي هو حسبي هو خير الرازقين هو غفار
خطايا هو خير الراحمين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل المسلمين واتق الله تعالى عن مقال رب أدخلنا جميعا في عباد الصالحين وارض عنا واعف عنا وأجيرنا جامعين من عذاب في جحيم أرصدت للمجرمين خذ يمينا خذ يمينا عن سبيل الظالمين واتق الله تعالى عن مقال الملحدين خذ يمينا خذ يمينا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها وأنت خير الوارثين. ولما نظم الفكر من درار الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفيلي فيه محمودا وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تهت الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين أمدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوش إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأمر المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أضوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين. اللهم إننا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووالاه وظهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية
الدين القوي في جميع الأقطار منشورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا وسورة. واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وأسد الأدل بولاة الحق في جميع النواهي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا، وفي الهرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.